وقلت لهم هتاخدوا الدين مني أنا إزاي؟ لقيت كل واحد فيهم بيقرب مني بطريقة غريبة ونظرات كلها سوء. حاسين إن في حاجة مش طبيعية بتحصل، وفجأة اتصدمت إن جوزي سلمني لهم علشان أدفع ثمن غلطته. وقفت مش عارفة أعمل إيه. الصدمة شلتني. اتعرضت للأذى من التلاتة، واحد ورا التاني، وأنا مش قادرة استوعب اللي بيحصل. وجوزي قاعد بره عارف كل حاجة وسايبهم يعملوا كده. أنا اتولدت في حي شعبي، وكان دايما عندي إحساس بالنقص. الإحساس ده كان ملازمني من وأنا صغيرة، مش عارفة سببه إيه، مع إن جسمي كان حلو، بس ما كنتش شايفة نفسي جميلة. كان عندي عقدة من شكلي، وكل ما واحدة من صحابي ترتبط أو تتخطب الإحساس ده يزيد. كنت بسأل نفسي، هو في يوم هلاقي حد يحبني ويتمنى يعيش معايا؟ عمري ما كنت واثقة إن ده ممكن يحصل. ومع الوقت الإحساس ده زاد أكتر، خصوصاً لما كنت أشوف البنات اللي حواليا بيترتبوا على حياتهم. كنت بحاول ألفت الانتباه، مش علشان أغلط، بالعكس، أنا كنت محافظة على نفسي، بس كنت بحب أحس إن في حد شايفني، بس كده، ضحكة، نظرة، أي حاجة تحسسني إني موجودة. ولما كنت أخرج مع صحابي كنت دايماً بهتم باللبس وأكون مميزة، وما كنتش بستحمل حد يبص لحد غيري حتى لو كانوا صحابي. كان عندي إحساس نقص بشع مش فاهمة سببه، ومع إن أصحابي كانوا قريبين مني كنت ساعات بتضايق لما حد يعجب بيهم. كنت عايزة الاهتمام كله ليا. ولما واحدة من صحابي الحلوين اتخطبت اتضايقت جدا واتأثرت بشكل غريب، وقررت في يوم خطوبتها إني أتعرف على أي حد، أي فرصة للجواز. ابتديت أفكر إزاي أخلي الموضوع يحصل بسرعة، وكان عندي شقة في بيت أبويا، فبدأت أقنع ماما وبابا إن الجواز هيكون في نفس البيت. لكن الحقيقة إني كنت عايزة أسهل الطريق لأي حد يدخل حياتي. ابتديت أتعرف على ناس وكلها كانت مجرد معرفة بس، لحد ما اتعرفت على جوزي الحالي، شاب بسيط جدا، حالته المادية صعبة، بس أنا قررت أقف جنبه وبينت له إن عندي شقة وإن الفلوس مش مشكلة. كنت بجيب له هدايا وبدفع في حاجات كتير علشان أحسسه إن الأمور سهلة، ومع الوقت اتعلق بيا وبدأ يفكر فعلا في الارتباط. قلت لماما وبابا إن في حد هيتقدم ومش عايزة حد غيره، وأهلي وافقوا، وأنا ساعدته في كل حاجة، الشبكة، الهدوم، تحضيرات الفرح. كنت بعمل المستحيل علشان الجوازة تتم. والحقيقة نص الفلوس دي أنا اللي جبتها من ورا أهلي، وبيضت كل حاجة علشان اليوم يتم. وبعد ما اتجوزنا الدنيا كانت شكلها جميل، سفر وخروجات واهتمام وحب. لكن بعد الجواز شغله قل، والمشروع اللي كنا ناويين نعمله ما حصلش، وأهلي اتغيروا، كل اهتمامهم راح لأخويا ومراته، وبقينا أنا وجوزي لوحدنا من غير دعم ولا فلوس. وأنا كنت خايفة يسيبني، وخايفة كلام الناس. اضطريت أشتغل من ورا أهلي وأعمل حاجات عمري ما تخيلت أنزل أعملها، بس علشانه. كنت بحاول أحافظ على حياتنا، على شكلنا قدام الناس، على بيتي. وبعدين هو شارك صحابه في مشروع وفشل، وهم طالبوه بالفلوس. ومن هنا ابتدت المصايب. الخلافات زادت والمشاكل دخلت بيتنا، وأهلي رفضوا يساعدونا، وزعلت منه وزعل مني، لحد ما بابا طلع وقال له لو مش قادر تصرف على بيتك يبقى ما تستاهلش. وأنا وقفت قصاد بابا لأول مرة وقلت له أنا مش بسيب جوزي. واتصدمت لما قال لي خلاص امشي معاه. اضطريت امشي وبعت دهبي واشتغلنا على قد ما نقدر، ونقلنا البيت إيجار. وجوزي بدأ يتصرف بطريقة غريبة، بيجيب أكل جاهز، بيصرف، وأنا مش فاهمة منين. وبعدين قال لي إنه صحابه جايين وإنه هيحل مشكلته معاهم. بس اللي حصل كان أبعد حاجة عن الحل. دخلت الأوضة واتفاجئت إنه صحابه داخلين عليا، مسكوني وقالوا لي جوزك قال لنا إن الدين هناخده منك. صرخت وناديته، لكن هو بره سمعني وما بيتحركش. اتعرضت للاعتداء منهم وأنا واقفة لوحدي في كابوس. بعد اللي حصل طلعت له منهارة، وهو بكل برود قال لي إيه يعني؟ هو أنت خسرتي إيه؟ ساعتها تأكدت إنه بعني وسلمني بنفسه. اتصلت بأخويا وجه فوراً، ولما عرف ما استحملش،
ضرب جوزي لحد ما وقع ومات، وأنا وقفت بين جوزي الميت وأخويا اللي ضيع مستقبله بسببي. كنت حاسة إني في كابوس، إني أنا السبب في كل ده. اتقبض علينا وأخويا اعترف بكل حاجة، قال يستاهل، كان بيبيع شرف أختي. وأنا حكيت كل اللي حصل، وأنا عارفة إن أخويا يمكن ياخد حكم، بس هو كان بيدافع عني، ويمكن كان شايف اللي أنا مش قادرة أشوفه. يا ريتني ما كنت خرجت من بيت أهلي، يا ريتني ما كنت اشتريته، يا ريتني ما كنت ضحيت للدرجة دي.